والله الفيديو ده هسعى على قد ما اقدر ان يا رب الدنيا كلها تشوفه يا رب يا رب علشان خاطر عيون يا امير. رب يا انت رب. عسل كده ليه يا امير؟ ان شاء الله تخف وتبقى زي الفل. مش عاوز تقول حاجه؟ نفسي أخف وألعب بالعجلة. طب انت عندك عجله؟ هنجيب لك عجله كمان يا عم. هتخف وهتلعب بالعجله وهتبقى زي الفل. والله يعني حضرتك لو شفته وهو بيتفرج على اولاده وهو بيلعبوا قدامه وبيلعبوا بالعجله. انا عارف انا عارف، ان شاء الله هتخف يا امير وهتبقى زي الفل. طمن ما تخافش، انا معاك ومش هسيبك. وكان بيروح المدرسه، بس لما بيقع كتير هناك الاطفال بتتريق عليه. امم اي نعم، بقى الموضوع بقى صعب بالنسبه له، ونظرات الناس دي بقت حاجه وحشه يعني، بس معلش معلش شويه بس. هو ولد جدع وراجل، وانت اب من اجمل ما يكون. انا لما شفت الفيديو بتاعك امبارح، وكون انك تقطع المسافه دي داخله في حوالي 100 كيلو، انك تقطع المسافه دي كلها بالموتوسيكل علشان ابنك، فانت مقاتل زيك زي امير بالظبط. شكرا. وباذن الله امير هيخف وهيبقى زي الفل. الموضوع ده مأثر فيا ومأثر في ابني، انا نظرة ابني والله للمواضيع للأطفال عامة، ده مأثر فيا. لا لا لا، ابنك هيخف وهيبقى زي الفل. نفسك في ايه تاني يا امير؟ نفسي أخف. تخف بس مش عايز حاجه تانية؟ ماشي، هتاخد الحقنه باذن الله. ده بيقول لي وانا لو خدت الحقن هجري وامشي كده. ده انت هتجري وهاخدك نلعب استغمانه انا وانت، ايه رايك؟ هتلعب معايا ولا هتنساني؟ الله يجزيك. هتخف وهتبقى زي الفل، ما تخافش. طمن، ان ان شاء شاء الله الله في كله امل، هيبقى بخير. في ربنا في امل. بالظبط. وانا زي ما قلت لك والله هسعى على قد ما اقدر ان الفيديو ده يوصل لاكبر قدر من الناس، وباذن الله يومين ثلاثه ان شاء الله وتلاقي نفسك لما المبلغ وبتكلمني تقول لي يا رب جبنا الحقنه الاولى يا الامين. رب يا رب. فباذن الله مش هنسيبك يا امير، وباذن الله هتبقى زي الفل يا حبيب قلبي. يا رب. طمن. في طيب، امل، ما تقلقش. حابب تقول حاجه للناس قبل ما اقفل؟ عاوز ايه بالظبط؟ نفسي أخف. نفسك تخف؟ هتخف ان شاء الله، ما تخافش ان شاء الله. يروح المدرسة، بامر هو الله. نيته اللي هو يروح المدرسة، ما حدش بأمر الله يعرف. هيروح المدرسة. فنتمنى إن كل الناس تحاول تشارك الفيديو على قد ما تقدر، وتحاول توصل قصة أمير لأكبر قدر ممكن من الناس، علشان نقدر ننقذ أمير ونشتري له الحقنة في الوقت اللي يلحق فيه إنه ياخدها بإذن الله، علشان يرجع ويكون طفل طبيعي زي باقي الناس، ويلعب معاهم ويركب العجلة كمان. حبيبي يا أمير.